السلام عليكم. في حاجتين حابب بس انوه عليهم لان النهارده شغالين في سيراميك شقه دمياط. فيها حاجتين قابلونا، فحبيت ان انا برضه ابلغ الناس بيهم عشان لو انت مهندس تاخد بالك منهم، او لو انت عميل بتشطب تبقى واخد بالك من الصنايعي. ما يقدرش ان هو يقنعك بحاجه مش موجوده من اساسه. اولا البلاطه اللي معانا هنا دلوقتي مش قطع ليزر، ولكن الحمد لله بفضل الله قدرنا ان احنا نظبط العراميس بتاعتها عشان الشكل يبقى حلو. هوريكم دلوقتي العراميس عامله ازاي، رغم ان البلاطه مش قطع ليزر خالص، ولكن احنا بنقدر نظبطها والصنايعي يقدر يظبطها لو هو عايز يظبطها عن طريق ان هو بيشطفها بالصاروخ من هنا ومن هنا وبيفضل يظبطها. هي هتتعبه شويه ولكن ان احنا نقدر نظبطها برضه. فدلوقتي هوريكم العراميس عامله ازاي. تمام. الحاجة التانية دلوقتي ان بيبقى في حوالي 3-4 سنتي بنسيبهم احنا فوق، بنمليهم مونة عشان لما بتاع الجبسون بورد يركب الزاوية بتاعته ويلاقي فيه مسامير او فيه حاجة المسمار يربط فيها. فدلوقتي هنوريكم ال3-4 سنتي دول اللي موجودين في اخر البلاطة من فوق، ده في حالة ان في جبسون بورد موجود هينزل 10 سنتي. تمام. فلازم تعمل 3 سم مونه دول، لان هو بيركب اخر بلاطه فوق مش هيعرف يعبي مونه ورا البلاطه، مش هيعرف يعبي مونه ورا البلاطه. فلازم ان هو يحط ال3 أو 4 سم دول مونه، يسويها بالبلاطه مونه كده كده هتتدارى، وفي نفس الوقت عشان الجبسون بورد بعد كده لما يضرب المسامير بتاعته ما يضربش يلاقي البلاطه وراها فارغ، لان كده كده الصنايعي مش هيعرف يعبي مونه ورا البلاطه في الحته الصغيره اللي فوق خالص دي. تمام. فبالتالي احنا بنحط مونه في 3-4 سم دول عشان نضمن ان الجبسون بورد وهو بيركب المسامير بتاعته يلاقي حاجه تمسك فيها. دلوقتي انا هوريها لكم. فال3 سم ال4 سم اللي انتوا شفتوهم دول مهمين جدا ان هم يتحطوا مونه، عشان الجبسون بورد لما بيحط المسامير بتاعته والزاويه وهو بيحطها في الاول يلاقي حاجه تمسك فيها، ما يحطش المسمار يلاقي وراه فارغ سواء كان في البلاطه او كان في الطوب الاحمر. انما لو حطينا البلاطه ووصلناها للسقف هنيجي نبص هنلاقي ان الصنايعي السيراميك مش هيعرف يحط مونه في الحته اللي فوق دي، وبالتالي هيجي صنايعي الجبسون بورد بعده يقفل الجبس بتاعه يلاقي فيه فراغ، فممكن البلاطه تنكسر معاه او ممكن المسمار ما يمسكش قوي. تمام. الحاجه الثالثه اللي حابب انوه عليها برضو، مفيش حاجه اسمها العلب ما بتتظبطش على منسوب على حافه البلاطه، او العلبه مش ظابطه او العلبه جت في النص فعشان كده حطيت العلبه في النص. لازم العلبه تتحط يا تحت يا فوق يا في الجوانب عشان الشكل العام يبقى كويس. دول كان اهم 3 حاجات دلوقتي قابلونا في شقه دمياط الجديده. فان شاء الله باذن الله انا هنزل اي اخطاء او اي ملاحظات انا بشوفها اول باول على الصفحه. تابعونا ان شاء الله عشان تشوفوا وتستفيدوا. معاكم الباشمهندس عبد الرحمن من شركه ايفن ديزاين. شكرا.